بداية من الأحداث الأخيرة اللي خلال اليومين الماضيين بمحافظة البصرة، التظاهرات اللي انطلقت للمطالبة بالتعيينات وبنقص الخدمات المدنية بمحافظة البصرة بمنطقتي أبو الخصيب والزبير. ما هو تعليقكم على وما هي رؤيتكم لهذه التظاهرات اللي انطلقت بصفتك اليوم مواطن بصري وقيادي مجاهد في الحشد الشعبي؟ حياكم الله وأهلا وسهلا. طبعا التظاهر هو شيء مشروع، الدستور أقر هذا الشيء، ومن حق أبناء البصرة أنه يتظاهرون ويقولون كلمتهم. لديهم كثير من الهموم والمعاناة طيلة هاي الفترة، وكل الطموحات اللي عند البصريين ما حققتها كل الحكومات الماضية. والمظاهرات اللي حدثت في قضاء الزبير، الطلبة كثير من الخريجين ومن أبناء قضاء الزبير من حقهم أنه كشباب يأخذون حقهم بثروات مدينتهم، ويطالبون بالتعيينات بالشركات النفطية اللي موجودة، لأنه هم لمسوا، وكل البصريين لمسوا أنه قضية التعيينات في الشركات النفطية في البصرة ما يحظى أبناء البصرة إلا بالنسبة قليلة، وأكثر المتعينين بهاي الشركات هم من المحافظات الأخرى، وأيضا من العمال والأجانب. وهذا حق مشروع اليوم. هم أبناء البصرة يعتقدون أنه هاي الثروات ثروات البصرة، وأيضا هي كل العراق، لكنه بالتالي أول ما تدر المنفعة لأبناء المدينة اليوم، لأنه أبناء البصرة والبصريين هم يعانون من هاي مخلفات الشركات النفطية وكثير من الأمور اللي تحصل، فمن حقهم أنه يتظاهرون. لكن أكو ظاهرة جاي تحصل في البصرة بالفترة الأخيرة، هو عدم إعطاء تراخيص للمتظاهرين بحجج غير مقبولة من المحافظ أو من رئيس المجلس أو من الجهات الأمنية، من أجل تكميم الأفواه، وحتى لا يتكلم المواطن البصري إلى الإعلام وينقل معاناته وهمومه، وهذا الشيء مرفوض أيضا. وممكن أنه كما لاحظنا حتى بالقانون الأخير مال حرية التعبير بكثير من الفقرات اللي هي باتجاه تكميم أفواه المواطنين.